زميلتنا سعاد القيسي تواجدت في فعاليات المهرجان الثقافي والفني بجامعة زايد بدبي وأعدت لنا هذا التقرير. كرنفال اقتصادي فني تتولى رعايته مجموعة كبيرة من طالبات جامعة زايد ضمن خطة عمل تسويقية وبدعم من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، حيث افتتح سموه فعاليات المهرجان الثقافي الفني السنوي لجامعة زايد بدبي، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة زايد. وتجول سموه في أرجاء المعرض متعرفا على المشاركة الفاعلة والمتميزة للطالبات، مبديا ثناء وإعجابا بالأعمال المشاركة. جرت العادة أن كل عام طالباتنا وطلابنا يشتركوا في تنظيم كرنفال سنوي يبين جهدهم ونشاطهم، خاصة في منتصف العام الأكاديمي. وهذا الكرنفال هو جهد ذاتي للطالبات، هم يتصلوا مع الرعاة والشركات وهم ينظموا الأفكار اللي خاصة بالكرنفال، وفي نفس الوقت ندعو في أولياء الأمور والأمهات وطلاب المدارس يأتوا يزوروا الكرنفال. أولا تعرف على الجامعة، مشاريع الجامعة، ثانيا تعرف على مهارات وإمكانيات طالباتنا. يوفر كرنفال جامعة زايد الفرصة للطالبات لطرح إبداعاتهن وابتكاراتهن، ويساهم في صقل مواهبهن واكتساب الخبرات والاعتماد على النفس. السنة عندنا حوالي ما يقارب 100 فعالية طلابية أو نشاط طلابي، تم اختيارهم على أساس كوميتي. اخترنا البوث اللي بيست على الكرياتيفيتي والماركتينج. طبعا تشريف سمو الشيخ ماجد في الافتتاح كان تاج على رؤوسنا، والحمد لله أن أخذ انطباع طيب عن الفعالية. هي تستمر يومين من الساعة 10 الصبح للساعة 8. نحن بس ما نركز على أن مشروع يكون ربحي للطالبات، عندنا بعد قسم للأطفال اللي هو تشيلدرن اريا بتنظيم نادي التربية. الأندية الطلابية المختلفة بعد مشاركة عندنا اليوم في الفعالية. ما ننسى الريسايكل بروجكت في الجامعة اللي هو مجموعة زين مشاركين طبعا معنا، منظمين مسابقة للطالبات اللي هو تجميع أكبر عدد من البلاستيك، واللي مجمع أكبر عدد إن شاء الله بيحصل جائزة. ومن الأجنحة المتميزة المشاركة في المهرجان جناح جائزة سمو الشيخ ماجد بن محمد الإعلامية للشباب. أستاذ محمد، حدثنا عن مشاركة جائزة الشيخ ماجد في المهرجان، وبماذا تفيد هذه الجائزة بالنسبة لطلبة جامعة زايد؟ طبعا هذه الجائزة أتت طبعا انطلاقا من مبادرة من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه الجائزة طبعا موجودة في مكان أن نحن نحتاج فيها مواهب إعلامية، وخاصة من الطالبات اللي يتواجدن في جامعة زايد. نحن عندنا هذا البوث، في نفس الوقت البوث هذا يقدم الكثير من الأمور التعريفية اللي تخص الجائزة وكيفية المشاركة، كيفية أيضا تحميل الأمور الإعلامية اللي هم يقدرون يشاركون فيها الطالبات من خلال عدة فئات، الإذاعة، التلفزيون، وأيضا الصحافة. يجسد المهرجان ثقافة العمل الجماعي ومدى التوافق الثقافي مع الهوية الوطنية.